ال ADHD مش مرض. الإنسان العادي بيمشي في الحياة وهو عنده دماغ واحدة بس، بيفكر ويقرر ويحلم ويتخيل ويفرح ويزعل ويصحى وينام بدماغ واحدة بس. الإنسان ال ADHD عنده دماغ CEO، حرفيا بتكون شايف كل حاجة في اللحظة ذاتها، كل التفاصيل والاختيارات والإمكانيات والأرقام والتوقيتات والتواريخ، بس الكلام ده لفترة محدودة جدا، حاجة كده زي ومضة البرق، ومجرد ما بتروح شكرا خلاص دور عليها تاني، تحاول تفتكر أفكارك ذات نفسها بتنساها. ودماغ زي ذاكرة السمع، بتحاول تفتكر انت كنت بتفكر في ايه في اللحظة نفسها وبتنسى. بتقرأ الكلام وبتنساه أثناء ما انت بتقراه. بتتفرج على فيديو زي ده وغالبا بتسرح أثناء ما انت بتتفرج على الفيديو. والدماغين دول ما بيتكلموش بعض، مش عارفين يتكلموا مع بعض، كل واحد فيهم بيستولى على الجمجمة لفترة في الزمن ومش باختيارك. ما بتكونش عارف مين شغال امتى، والأهم انت مش عارف مين بيعمل ايه بالظبط وقدرته الحقيقية ايه. زي الفل هو نظام بيشرح لك بالظبط الدماغ دي بتعمل ايه والدماغ دي بتعمل ايه وايه بالظبط اللي ممكن يحصل لو الاتنين اشتغلوا مع بعض. عشان اقدر ابني نظام زي الفل انا احتاجت 6 سنين ريسيرش ودراسة في كل ما له علاقة بالنيوروساينس والسايكولوجي والكرياتيفيتي، وبحاول أوصل بالظبط لإجابة على سؤال واحد، وهو أنا ليه كنت ببقى عارف أنا المفروض أعمل إيه، وعارف أنا عايز أعمله ليه، وعارف المفروض أعمله إزاي، ومع ذلك كان بيعدي أيام وليالي طويلة وأنا لسه ما بعملش الحاجة دي. ده اسمه executive dysfunction أو الإعاقة التنفيذية زي ما بيقال. تقريبا هو مش إعاقة، لأن الإعاقة معناها حاجة أنت ما تعرفش تعملها، في حين إن في الحقيقة أنت تعرف تعمل حاجات كتير جدا، يمكن أكتر بكتير جدا من الإنسان العادي، الإنسان اللي عنده دماغ واحدة بس. فمجرد ما أصبح متاح بالنسبة لأمثالي، الناس اللي كان طول عمرها بتحلم إنها تشتغل في حاجة زي البروجرامينج أو إن هي تطور برنامج بالكامل، ولكن الكودينج على سبيل المثال كتابة السنتكس كان بالنسبة لأمثالي دايما كابوس ضخم جدا بسبب مشكلة أساسية للغاية وهي الذاكرة. فبمجرد ما أصبح في حاجة زي الفايب كودينج على مدار ال3 شهور اللي فاتوا بفضل زلفل اللي اتبنى من مجرد فكرة كنت بشرحها للناس يستخدموها بالورقة والقلم لتطبيق، حاليا بيستخدموا آلاف المستخدمين بفضل الله. واللي هحاول أعمله في سلسلة الفيديوهات دي إني أشرح كل ما تم بناؤه حتى الآن، إيه هو، تستخدمه ازاي، تستخدمه ليه، وازاي لو عندك ADHD تعرف تستخدم كل الأجزاء اللي في عقلك مع بعضهم وتشوف ده بالظبط ممكن يوصلك لإيه. والله أعلم.